السلام عليكم على كل الاو جيز السكان الاصليين لليوتيوب. قررت استضيف واحده نكشه. اهلا وسهلا. ايه رايك في الفيديو رياكت؟ جميله وكويسه ايه رايك في عمر كاتو؟ مين عمر كاتو؟ احمد فيدي تي في. ده انت عارفه ان ده حاطط بقى- ثلاثه أيوة، صم منين انت؟ ده بجد بقى صورتك فيهم. ايه بقى حوار رورو البلد؟ والله رورو البلد. اه الفيديو اساسا جه ازاي؟ انا محتاج فكرة اعرف الفيديو. فكره الفيديو اغنيه احمد سانتا اديته بالبوكس انا الحكومه لحد ما جت فعلا. لحد ما جت. اعرفك على احمد فيدي. بص انت ظاهره هنا وهنا 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 يا نهار وهنا. ابيض. ساحة الباشا تقريبا مدمن فيديوهاتك قبل ما ينام كل يوم ال10 دقايق دول، عارفه؟ ده بيتشاع احمد برضه. احمد بيقول حاجات كده مش اللي فهم يقول. ايوه انا مش طالع اتكلم على طنط بوم بوم دي خالص. طنط طاير بوم. تعمل كده صراحه، بس ما كانش شرط انك تقلدها يعني. انا عارف، انا شفتها. ان هي لا تجيد الرأس مع ان ليها فيديو واحد كحل. لا تجيد الرأس نديها كم من 10 طيب. مع انها لقيت مع ان مع اني عامل لقيت 5 فيديوهات. لا توجد الراس مع انها لا فجأة تختفي وفجأة تطلع لا، تختفي. ما هي انا متنبله انها تتشد قريب بشكل كبير. شوف مودة الادم واحنا حسام فاكرهم. هتلاقي مين تعمل عليه رياكت. زينه دي بعد على طول بقى نطلع واحدة مين فوق التانية وننزل تحت. ما سمعتيش ايه اللي انا ايه وبتستفسر. شتمها بالله يا مرات الاسد ايه ده؟ مش والله أنا عارفة أول مرة يعني- أشوفه. يعني انا ارد عليك اقول لك ايه بصراحه. و4 فيديوهات حاطط الصوره كده بتاعت او عايزنا تشد. عايز اخد رايك في ترند. قولي. هي جاية عليك تتشطش عليه وتيضح. جت في عيني. جت في وشي يا فنان. في واحد بيعد يعني واحد بيقيم اللي هو 8 من 10 اللي بعده 6 6 من 10. 6 من 10. هي جاية عليك تتشطش عليه. لا دي بقى ممكن 8. حتى في حد بيشيد أنا المطلقة وبقولها بصوت عالي، مش وسمة عار ولا ذنب ولا نهاية لحياتي. مش ذنبي جوزوني صغيرة وبقيت مطلقة وشايلة حمل أطفال وكلام ناس وغيرة الصحاب ونظرة الرجال. اللي تعرفه الجد. هي جاية عليك تتشطش عليه. لا دي 3 مش عارف بس في 400 فيديو كلهم بيخشوا على بعض. هي جاية عليك تتشطش عليه. لا امشي. 1 من 10. ده واحد جاية جبتها. عليك تتشطش عليه. ايه ده دخل بيها كلها تتشطش عليه. في النص. هي جاية عليك تتشطش. ايقونه. اصل رجولة. انا اتخضيت انا انا بس انا لا انت هتخش براسها مش. انت شمال، انت يمين، انت فوق، انت تحت، انت محترمه، انت مش محترمه. دي النظريه النسبيه بتاعت اينشتاين غالبا. هي هتبدا تبرر. ورينا التبرير بجد بقى. المضحك فعلا ان كل التصنيفات دي الناس بتطلعها من فيديو مدته 15 ثانيه. هي اصلا بتقول في الفيديو اتهاجمت عشان لبسي والسبب صادم فعلا. يا ترى ايه السبب الصادم لسه في سبب. وصادم؟ بصراحه ده خلاني افكر في حاجه مهمه جدا. ليه في فئه معينه عندها مشكله كبيره قوي مع اي حد مختلف عنها، مش الفكره ان حد مختلف. ليه كنتي حاجه وبقيتي حاجه؟ مع ان التنوع اصلا حاجه طبيعيه وحلوه جدا في اي مجتمع. عادي فعلا التنوع حلو جدا في مجتمعنا. كنت رورو البلد. لما يبقى في ناس مختلفه في التفكير والثقافه والشخص. معلش وصفة زينة يا ريت. وصفه ايه؟ الناس الطبيعية المتزنة نفسيا فاهمة ان مش كل الناس لازم تبقى شبه بعض. مش فاهم. هي ما إيه لهاش الكلام؟ علاقة يا حبيبي بالشبه. هو انت فاهمه اللي هي بتقوله؟ انا يعني انت ده فاهم. كلام شات جي بي تي احسن من كده. ده الباراجراف اللي انا بكتبه في اخر 5 دقايق من الامتحان. مع مختلف الثقافات شيء عادي جدا، لكن دايما في فئة صغيرة جدا دايما صوتها عالي، عندها هوس غريب في مراقبة الناس وتصنيفهم وتحويل اي اختلاف لأزمة كونية. اي شخص مختلف بالنسبة لهم بيبقى مستفز، واي طريقة حياة مش شبههم بتبقى غلط، واي حد بيبقى مرتاح. يعني لا ما هو مش كده. هو عندهم مشكله في عرض المحتوى. المحتوى ان الدولي مش بيستر. كل ما مدى الهدف بيكبر. فاحنا بنتشد فبيكبر. انت عارفه ان في ناس عايزه زينه تتحبس؟ ليه برضه؟ عشان
عشان ايه عندها ايه؟ عشان ما عندهاش حاجه مع يعني عشان ايه؟ مع نفسه بيتحول فجأة لمشكلة إن هي لازم تتهاجم، وده بيبقى سببه الخوف الشديد من اختلاف الثقافات ذات نفسه، لأن الشخص اللي واثق من نفسه ومتزن نفسيا ما بيحسش بتهديد لمجرد وجود ناس مختلفة حواليه. إزاي في مش فاهماكي خالص عامة يعني، عايزة فين؟ انا يعني بحاول افهم هي عايزه توصل ايه. فئة شايفة إن التنوع الطبيعي بين البشر ده مشكلة، مع إن التنوع ده أصلا فين التنوع؟ لو حضرتك قصدك التنوع في الأحجام ولكن مش في البشر بالذات نفسيهم، فنسكت قليلا ونختلف. وإنك تبقى مهووس بالحكم على الناس طول الوقت. أنا مش مسؤولة عن القصص اللي فئة معينة اخترعتها عني من خلال فيديو أو صورة. أنا عارفة إن أنا نورت اليوتيوب، مش آخر فيديو. هي إيه؟ انت ايه؟ هي جت اليوتيوب. الحق. النهارده هعمل معاك كحك العيد بطريقة بسيطة لذيذة. أول حاجة هعملها الخميرة بتاعتي وانزل عليها بكوباية لبن ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة سكر. انا زعلان على حاجه ان الجيار قضى العيد لوحده، الدنيا رايحه على بشتيل. على كده بقى انا عيني عليك، على كده بقى انا فيك. ترضي يا بنت الحلال بيت زي ده؟ وانا بنت حرام مش ما في اللاشز ده بتنظف بميك اب ريموفر يعني. ساعات بحب التيك توك كومنتات عامة. هو دي الكومنتات اللي انت بتدفعي اشتراك النت عشانها؟ ولا هي صراحة محارب ولا خارة، ويلعن ابو ام المعركة على ابو ام السيف، والرياح تيجي زي ما تيجي وما عندناش سفن. ويعني بص العملية حالتي دي حالتي انا فيها دي. انت جواكي كتير في احنا ايه؟ حالتنا كلنا، احنا شايلين حياتي بجد 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 بجد. يعني هيقولوا دي فيها واكيد رورو عامله ورورو ولا الهوا ولا في اي حاجه. يا جدع كل ده وجع. يا عم البلوجر وسع قدام العربيه. هو حضرتك صاحب العربيه؟ لا سارقها. هات كده موبايلك. انت مش طالع في السوق. هو عنده مشكله في الكلام يعني. هو حضرتك صاحب العربيه؟ لا سارقها. عامله ايه؟ ازيك يا اسطى؟ بريب جي ان باك. وانا مصور نفسي بس بقول لك هات الموبايل والنبي ما تكسره. انا اول حاجه عايز اقولها لك ان انت ما تخافش من حد عشان انت ما عملتش حاجه غلط. امال انت ليه بتزعق لي؟ لا انا كنت بهزر معاك. تعالى بقى اصور لك صوره احلى من السيلفي اللي انت كنت بتعمله. يلا اضحك بقى. تعالى بقى في الساعه. هنا بيوريك قد ايه جبر الخواطر المفروض. ايه ده بجد؟ علشان ما ينفعش نتنمر بجد؟ انا بتنمر على اي حد كده. هنا بيعلمك درس تحترم الاخرين. والدنيا دواره. خالتي وخالتك كنت فرقان خالات وما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، واللي كبر ابنك ما تلحسوش كله. ايه ده؟ سوري بالغلط. ده النص ده دخل فيه. عادي بيغير رفرف. بتقل مش عارف اتكلم، من غلطاتي مش بتعلم، لصعوباتي مش هسلم، زي عمود هثبت واتحمل، همومي اكتر من اول، للوحش بتحول، بنزيني خلص محتاج افول، في مستقبلي بكسل، لو طالبه مجهود بقى كنسل، دايما بسكت. جامد كم من 10؟ سنين وحدة تلاني سيبوني ويمكن عارفه مين تولة الحقيقي؟ الاستاذ سحس الرايق عامة. اخويا سحس ده ممثل عايز حد يكتشفه، بس هنا عايز حد الشغل ده مش هعمله. طب ماشي. العقد ده بقى عقد الاحتكار ده بقى عقد بقى الواد ده مريض. يا نهار ايه؟ عنده مرض اسمه الابداع. هو انت لو معديه في الشارع ده وشفتي المشهد ده ايه؟ هو الفرد اصلا انت بالك من تحت الايد بقى. انت شفتي عين البنت اللي كانت ماشيه هناك شافت المشهد؟ ايوه ماما في ايه اتصدمت يعني، هي مش عارفه ايه المصيبه. ايوه ماما الحقيقه ده الحزن بيجيني. انا بتوجعني. ده في قلبه بقى. رفعت البطنه. بياكل كافيار. بس لا يا بس في 1000 جنيه عارف الكافيار بكام؟ بس المشكله ان هو بياكلها بمعلقه حديد، معلقه معدن. المفروض تتاكل بخشب. انت ما اكلتيش كافيار قبل كده؟ كنت جايبها من هايبر.
بتفضل ايه؟ يا جماعة عربية إسعاف في وادي دجلة. يعني ايه؟ سبحان الله. بقول سبحان الله. سبحان الله. ما عندوش جد. ما بيسيبوا الناس تموت هناك. عربية إسعاف في وادي دجلة. سبحان الله. ربنا يرزق كل عيان. زياد وزير الرياء. الملائكة تم إضافة الفيديو إلى المفضل. اكتب. انا بحس ان الساعه بتصوم معانا، يعني قبل الفطار تلاقيها ماشيه بالعافيه، تحس ان العالم هفتانه، اما بعد الفطار تلاقيها عربيه فراري في ايدك. ليه بيحصل معانا كده؟ لو تلاحظي هو غير صوته في الآخر عشان يوضح لك إن هنا موقف كوميدي. هو انا المفروض اضحك؟ الحلقة دي مختلفة، حلقة سموز رهيبة طرية كده بتطري على القلب. فاهم قصدك؟ ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش امدح. نفسي في الكلام الواقع احط نفسي في ستيكر. مفتاح انجليزي ينزل على نافوخي. نفسي في مكان بشاميل. بس كده يا جدعان، وكان معاك رورو من غير البلد و صالح. خوارزميات يوتيوب بتقولك ان الفيديو ده هيعجبك،